السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما أخبار الكرة في مصر؟ نبدأ مع أول خبر من النادي الأهلي. عرض خرافي من الدوري الإنجليزي لخطف نجم الأهلي. إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي ينتظر صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر عرضا خياليا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الساعات المقبلة، بعد التألق اللافت رفقة منتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية. وكشفت مصادر إعلامية في تصريحات تلفزيونية عن مفاجأة قوية بشأن إمكانية رحيل إمام عاشور عن صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة لخوض تجربة احتراف بالدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وأضافت التصريحات الإعلامية: إمام عاشور سيصل إليه عرض خرافي وكبير جدا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة. النادي الأهلي سيصل إليه العرض والفاكس الرسمي خلال أيام، والنادي الإنجليزي جاد جدا والعرض المادي ضخم جدا. يرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يتبقى فيه 2.5 عام، ويرغب اللاعب في تمديد عقده وتعديل راتبه في الفترة القادمة، إلا أن مسؤول الأحمر قرروا تأجيل هذا الملف. الكشف عن هوية النادي الإسباني المهتم بخدمات المالي إليو ديانج. قالت مصادر من داخل النادي الأهلي وكشفت عن هوية النادي المهتم بالتعاقد مع المالي إليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي في الميركاتو في الشتاء الجاري. كان ديانج قد طلب من مسؤول الأهلي الموافقة على احترافه في الدوري الإسباني والتراجع عن فكرة تجديد عقده مع النادي نظرا لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة داخل أوروبا. تفاصيل العرض الإسباني. وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن النادي الذي يرغب في ضم ديانج هو جيرونا الإسباني. وأضاف أن الدنماركي يوستروب المدير الفني للأهلي رفض فكرة رحيل ديانج في شهر يناير وتمسك باستمراره حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن النادي لم يتلقى عروض رسمية لرحيل اللاعب حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن ديانج أبلغ الإدارة بقراره النهائي والرحيل سواء في يناير أو نهاية الموسم، مشددا على أن الأهلي يفاضل حاليا بين أكثر من لاعب في وسط الملعب لضمه بدلا من إليو ديانج سواء في الميركاتو الجاري أو مع نهاية الموسم. استبعاد ياسين مرعي من تشكيل الأهلي بسبب الصفقة الجديدة. قرر الدنماركي يستورب المدير الفني للفريق النادي الأهلي إجراء بعض التغييرات على تشكيل النادي الأهلي الأساسي في الفترة المقبلة بعد انضم عدد من الصفقات الجديدة وآخرها عمر الجزار مدافع البنك الأهلي. وقالت مصادر من داخل النادي أن يستورب ينوي إلى إجراء تغيير في دفاعات الفريق خلال الفترة المقبلة بالاعتماد على عمرو الجزار المنضم حديثا من البنك الأهلي بدلا من ياسين مرعي. كيف يفكر تورب في الأهلي بعد ضم الصفقات الجديدة؟ وقالت المصادر أن تورب سيدفع بعمرو الجزار بجانب ياسر إبراهيم في خط الدفاع لعدم قناعته بقدرات ياسين مرعي في ظل مشاركته مؤخرا في مباراة كاس مصر أو العاصمة. وشدد على أن تورب يترقب ضم مهاجم أجنبي جديد من أجل وضعه في التشكيل الأساسي بدلا من جريديشار أو محمد شريف. موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم الجمعة القادم، وبالتحديد عند الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يبدو أن العروض سوف تنهال على إمام عاشور بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية. إمام عاشور يتلقى عرضا أمريكيا وموقف الأهلي. يترقب إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي موقفه من الرحيل خارج أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو في الشتاء الجاري بعدما تلقى عدة عروض خارجية عقب المشاركة والتألق مع منتخب مصر. وقال مصدر مقرب من اللاعب إن عاشور يسعى للرحيل عن الأهلي بسبب عدم تعديل راتبه حتى الوقت الراهن رغم تعديل رواتب عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين. إمام يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي. قال المصدر في تصريحات صحفية إن إمام عاشور تلقى عرضا مؤخرا من أحد أندية الدوري الأمريكي بمقابل مادي كبير بجانب امتلاكه عروض أخرى تلقاها في الفترة الماضية من أندية سعودية وقطرية وأيضا إنجليزية. وشدد على أن عاشور ينتظر العودة لتدريبات الأهلي من جديد بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل مناقشة العروض أو زيادة راتبه ومساواته برواتب الفئة الأولى بالفريق. ويرغب عاشور في زيادة راتبه ليتساوى مع أحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد الشناوي أو الرحيل في يناير في ظل أنه يمتلك
عدة عروض مغرية من الناحية المادية له وللنادي الأهلي. تطور صادم في انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بعد كأس عاصمة مصر. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تراجع فرص إتمام صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي لبرشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما كانت المفاوضات في مرحلة متقدمة خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أن أجواء الصفقة التي بدت قريبة من الحسم أصبحت أكثر هدوءا في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار مشاركة حمزة عبد الكريم مع الأهلي في مباراة كأس العاصمة، وما يعكس توقف المفاوضات مؤقتا دون التوصل لأي اتفاق. ويأتي اهتمام برشلونة بحمزة عبد الكريم ضمن سعي النادي لتدعيم الخط الهجومي للفريق الرديف الذي يعاني من نقص عددي نتيجة الإصابات والغيابات ضمن خطة العودة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الهبوط في الموسم الماضي. وبحسب صحيفة سبورت فإن العائق الرئيسي أمام إتمام الصفقة تمثل في المطالب المالية المرتفعة من جانب الأهلي، إذ اشترط النادي الأهلي الحصول على 5 مليون يورو حال مشاركة اللاعب في 5 مباريات مع الفريق الرديف لبرشلونة، إلى جانب 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات مرتبطة بمردود الفني مع البارسا. وأشارت أيضا الصحيفة إلى أن عامل فني قد يقلل من حماس برشلونة لإتمام الصفقة يتمثل في عدم تسجيل حمزة عبد الكريم لأي أهداف خلال مشاركته في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس العاصمة، رغم خوضه اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش. آدم وطني يعطل حسم صفقة الأهلي المنتظرة ورد فعل مفاجئ من اللاعب. يعطل آدم وطني وكيل اللاعبين حسم إحدى صفقات النادي الأهلي المنتظرة خلال الانتقالات الجارية ضمن تدعيم صفوف الفريق الأول بعناصر مميزة وتلبية رغبات الدنماركي ستورب المدير الفني. وقال شوبير في البرنامج المذاع على اون سبورت بالنسبة لتطورات صفقة مروان عثمان أوتاكا مهاجم سيراميكا كليوباترا، زي ما قلت لكم ان بالفعل اللاعب بات قريب جدا من الانضمام للأهلي في الميركاتو في الشتاء الجاري. وأضاف شوبير أيضا ما علمته مجددا ان آدم وطني وكيل محمد عبد الله لاعب الفريق الأحمر حاطط بند أو شرط في عقد اللاعب يمنحه الاحتراف حال تمكنه من التألق رفقة سيراميكا كليوباترا، والأهلي متحفظ على هذا الشرط. ومن المفترض ان محمد عبد الله سينتقل لسيراميكا على سبيل الإعارة مع عمر كمال عبد الواحد وضمن صفقة مروان عثمان. وتابع معلومته ايضا ان محمد عبد الله نفسه متحفظ على فكرة الرحيل الى سيراميكا كليوباترا وغير متحمس للعرض وشايف انها خطوة غير مناسبة، فهنشوف الساعات المقبلة هيحصل فيها ايه. يا ريت تدعموني بلايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.